السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ثانوية عامة 2026؟ عودة بعد غياب 8 أيام تقريبا، عشان كان على امتحان ميد 21 محاضرة. ربنا يخلينا الحاج معاذ يعني، عشان هو اللي مسك المديول ده، فعشان ما يجيش تقول لي انت بطل. تمام، سيبك من الكلام من ده. تعال نخش على المادتين اللي فاضلين، الفيزياء والأحياء. هما هيكون فيديو واحد، هيكون 10 دقايق، لو طول هنقسمه فيديوهين. تمام. أول حاجة ناخد الأحياء، المادة الجميلة، المادة اللي كله بيحبها وكله بيقفلها آخر السنة، واللي كله بيتخانق عليها. لحد دلوقتي الناس تدخل على الفيديو الأولاني اللي كنت بتكلم فيه أول السنة، الفيديو الوحيد اللي عمال يجيب مشاهدات بسم الله ما شاء الله. واحد يستحلف لك بالله اللي انت مش عامل إعلان. يا ابني والله أول السنة كان عندي 300 مشترك، كانش حد يعرفني. يعني انت دلوقتي 2200 بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. عقبال ما يبقوا 20 و200 و2 مليون إن شاء الله. بس لازم ايه، نعمل شيفت كده شويتين تلاتة ناحية محتوى، يعني يكون هادف شوية. المحتوى ده يعني ايه، وانت بتقول تجربتك وخلاص، يعني هو ممكن يفيد شوية وممكن ما يفيدش. بس احنا عايزين نخش في محتوى ايه، معلومات عامة او حاجات، كحاجات تهتم بها انت بنفسك. يعني مثلا في موضوع اعمله بإذن الله الاسبوع ده، هيكون عن التعفن بتاع الدماغ، اللي هو عندي وعندك وعند الناس كلها. ممكن يكون اصلا السبب اللي انت موجود فيه دلوقتي هو السبب ده، واللي انت بتمشي ورا دماغك بسبب الحاجة اللي انت بتشوفها. يعني انت بتقابل ريلز مثلا 15 ثانية 16 ثانية قاعد تقلب على الفيسبوك، اختيارك للمدرس ممكن يكون بسبب الحتة دي، اختيارك مثلا لحاجة انت بتحلها يكون بسبب الحاجة دي. عشان دلوقتي المعظم مدرسين، سواء بقى اتكلم عن المعظم، بيعتمد على ايه، يعني حد يعمل له اعلان، يا حضرتك تجيب تيم مونتاج واي عنوانين، من محل دحيح، من حمادة اللي معرفش ايه واديني في البتاع وكله زي الفل. وانت بس تشوف الاعلان من هنا، ما تفكرش كتير ومعرفش ايه. ايوه يا اسطى انا بتكلم تمام إيه وحاجات من دي، فانت تشوف الاعلان ده خلاص انا هشترك مع ده. تيجي انت يا ابني، انت جربت شرحه؟ لا بس انا شفت كذا، انا عملت كذا والكلام من ده. يا اسطى جرب وبعدين ابقى اشترك. في ناس هما بينزلوا شرح على اليوتيوب، جرب وبعدين ابقى اشترك. جرب ده وده وده وبعدين ابقى اشترك، حدد انت هتاخد مع مين. تعال نخش على الصميم بتاع الاحياء. واول حاجه معانا هي ايه؟ الكتب. او تعال ناخد النموذج الاستشهاد الاول. النموذج الاستشهاد اللي نزل الاول ده اللي انا كنت شفته، هو كان في سؤال واحد اللي غلط، وباقي الاسئله الاستاذ حسن محرم قال هي تمام نفس المنهج. وطبعا هو الكلام ده في النموذج الاستشهادي، وممكن تيجي في اخر السنه تلاقي اكتر من سؤال غلط. ممكن ان شاء الله تيجي كلها سهله وحلوه وكله يقفل، والتنسيق يبقى من 95 و96 و97. هو ايه اللي بيقلل التنسيق؟ اللي بيقلل التنسيق ان مثلا بتيجي ماده زي الاحياء بتلاقي كله ناقص، يعني متوسط 6 7 درجات. هو ده اللي بقلل التنسيق. لو امتحان الأحياء جه سهل، فالتنسيق هيرجع تاني أكنه تنسيق قديم، عشان دلوقتي المعظم بيقفل كيمياء وفيزياء، والمعظم بيجيب 77 78 في العربي، عشان نجيبها عنود كده وبلاطة ونوضحها كده هو ليه التنسيق أصلا قليل والكلام من ده. والإنجليزي المعظم برضه بقى بيحل فيه، ولو هو من 60 هيجيب 55 54، فهو هيبقى رينجه كله لو الامتحان الأحياء جه سهل والمعظم قفل، هيبقى رينج بيلعب معاك 15 درجة. تمام، 15 درجة. ماشي، احنا بنقول اهو. هو ايه اللي مخلى الطب مثلا استفادت من 298؟ اللي هو الست درجات اللي هو كان جايبهم غلط زودهم على 15 على 21. كده انا زي الفل، قلتها لك اهو واضحة، عشان ما يجيش تقول يا لو الامتحان هيبقى يجي سهل، انا جايب 92 والسنة اللي فاتت كان جايب كذا ودخل. هو كلها على حسب الترتيب، الاول جايب كذا والكلام من ده. خلينا كده ايه، النموذج الاسترشادي وامتحان اخر السنة في الاحياء. هاخد السنة في الأحياء. أنت بقى إيه، يعني كان فيها يعني أيامنا في 2024 سؤالين. الأستاذ كنت بعته لحد كان أستاذ هنا من بلدنا بس مكنتش باخد معاه يعني. قال لي دي حاجة متخصصة وده الطبق كله، تاخد أنهي؟ قلت له آخد المتخصصة. قال لي خلاص لا هناخد الطبق كله. جه سؤال تاني، ده الطبق كله وده المتخصصة، اختار الطبق كله، لا خد المتخصصة. فاهم؟ فهو انت والاحياء في اخر السنه انت وحظك، انت ونصيبك، انت ودعاء الوالدين. ممكن تقفل كل المواد وتيجي في الاحياء وتنقص، زي ما انا ناقص في احياء وعربي بس. تمام، عادي جدا. فهو ايه، امتحان اخر السنه في الاحياء انت ونصيبك، انت وايه وسلكنك من جو الاخر.
قبل امتحان الأحياء ده بنام كويس، عشان انت كده مهما تعمل ليلة الامتحان انت مش هتعرف تلاقي حاجة من اللي انت بتذاكرها. سيبك بقى من الاستشهاد والامتحان بتاع الأحياء، نخش بقى على الكتب والمدرسين، ونقول لك بقى نخش بقى عشان ايه، في كلام شوية كده عايزين نقوله. أول حاجة الكتب، كتاب التميز أنا كلمت دكتور زغلول اللي هو صاحب الكتاب بتاع التميز. هو عمل خلاص، هو الكتاب نزل بس أنا اتأخرت. عمل كتاب في المراجعة النهائية في الأحياء، هو كتابه في أول السنة كان جميل، وكان هو يعتبر أحسن كتاب في التميز. كنا قايلين في الفيديو كده كتاب التميز والامتحان والتفوق، وأنا كده في أول السنة. تيجي دلوقتي تقولي طب في المراجعات النهائية هيبقى نفس التلات كتب، انت عايز تجيب اي اتنين هاتهم. انا زي ما كنت بقولك برضه في الاول، ان انا كنت بعتمد على حل الشوامل اكتر من حل الاسئله الجزئيه، عشان ما تجيش تقول لي انت بتحل، انت ازاي حليت التلات كتب. الناس اللي بتقعد تسال تلات كتب كتير والكلام من ده، انا قلت لك هو كتاب واحد جزئي والباقي كله شوامل. هتيجي تشوفهم على بعضهم، الشوامل بتاعه المحافظات بتبقى اللي هي بتاعه ال اسمه ايه ده، الوزاره وكده، بتبقى كلها مشتركه عندهم. فانت يوم ما بتحل انت بتحل 30 امتحان مختلف، ومع امتحانات الوزاره يعني بتاخد لك بتاع 45 امتحان، وكتاب واحد جزء اكنك حليت التلات كتب او كتابين كاملين. ماشي، هو ده النظام اللي كنت ايه بقول لك عليه. فانت معاك التفوق، التميز، الامتحان. التميز ما شفتوش، بس هو لو هو على نفس الاسئله او نفس النظام بتاع اول السنه، فهو كتاب يعني بيجيب اسئله من حاجات الخارجية. هو دكتور صيدلي، فهو كان بيجيب من المراجع بتاعته الكلام من ده، وفي سنتنا جبت سؤالين وجوهم. فايه، فانت بقى ايه ونصيبك. فانا بقول لك هو اللي موجود يعني. تمام، احنا هنتكلم على الاحياء، ما تنساش المدرسين. المدرس اللي انت بتاخد معاه من اول السنه ومقتنع بيه ودرجاتك حلوه معاه وبتعرف تحل والكلام من ده، كمل معاه. لو انت بقى مش مع مدرس ولسه عايز تعرف تاخد مواجهه احياء مع مين، فانت معاك دكتور احمد الجار، دكتور محمد ايمن، دكتور احمد رضوان لو عايز شرح حلو، دكتور محمد ايمن ودكتور الجوهري عايز تفهم الاسئله وازاي تعرف تحل اخر السنه، دكتور احمد رضوان. وده مش اعلان دكتور احمد رضوان عشان الشخص اللي هيدخل يكتب لي انت عامل اعلان لدكتور احمد رضوان. يا ريت والله نعمل اعلان بدل فلوس اليوتيوب. بسم الله ما شاء الله، ال1000 مشاهده ب5 جنيه يعني. لو 1000 هندي يعني مش هجيبهم ب5 جنيه يعني. لو انا هشتري مشاهدات فيك هتدفع 1000 اكتر من 5 جنيه. فصباح الفل يعني. ما هعمل اعلان ايه يا اسطى؟ لو هعمل اعلان هيبقى واضح زي كتاب التفوق، ويعتبر ما عملتش اعلان. الناس عماله تسال، دخلت سالت بتوع التفوق ممكن نسخه PDF، خلاص هنبعت لك الكتاب. بعتوا لي الكتيب، عملنا البتاع الفيديو خلاص. الناس انت عملت اعلان يا اسطى؟ ما عادي يا اسطى، ما انت اللي بتسال فانا بجيبهولك. انت مثلا دلوقتي دخلت سالت على الكتاب مثلا، انا ما اعرفوش، اخش اسال صاحب الكتاب ابعت لي كتاب كذا. لو بعته PDF هشوفه، ما بعتوش بعته ليا هديه، هطلع اعمل لك فيديو عليه عشان هو راجل كتر خيره وبعت لي الكتاب، فانت لازم تقدره بس. ودي كده الاحياء يعني. هاخدها ملخص بقى سريع. اسمها ده كتب تميز، تفوق، امتحان. مدرسين زي ما قلنا محمد ايمن والجوهري، عايز تسمع شرح كويس، عايز حل وتدريبات اخر السنه دكتور احمد رضوان. دكتور مجدي فوده بادئ من شهر 2 مراجعات نهائية، فانت مالكش دعوة دلوقتي. النموذج الاسترشادي وامتحان آخر السنة هو ايه يعني، دي بتبقى دي حاجة والتاني حمادة خالص. فانت ايه، هي بتبقى نصيب في الأول والآخر. دي كده الأحياء. ده كان نهاية الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.